السلطات الجزائرية كانت قد وضعت الابتكارات والبحث العلمي ضمن أولوياتها رغم وجود نقص في التمويل وآليات التنفيذ. يحاول المخترع بلال طالبي تجسيد مشروع البئر البترولية المصغرة منذ عام 2013، أي منذ تاريخ حصوله على براءة الاختراع. ابتكار يمكن من خلاله قياس الخصائص الفيزيائية للصخرة البترولية وتتبع جميع الدراسات من مرحلة الاستكشاف والحفر وصولا للإنتاج، غير أن المشروع ظل حبيس هذا المرآب بسبب غياب التمويل اللازم. جاتني الفكرة وجستها على أمر الواقع، يعني درت فيها البحث وقدمته للسيد مدير الجامعة أنا ذاك أحمد بوطرفية، وتقبلوا ودرت الديبو تاعو في المعهد الجزائري للملكية الصناعية، لكن للأسف مركز البحث والتطوير دي سوناتراك لم يتفاعل. تعثر الابتكارات قيد التنفيذ لم يمنع مسؤولي المعهد الوطني الجزائري للملك من 1000 طلب تسجيل لبراءة اختراع خلال سنة 2022 فقط، وتحرص على مرافقة المبتكرين بكل الإمكانيات المتاحة. احنا نضمن دورات تكوينية بالنسبة إلى حاملي المشاريع الابتكارية من ناحية البحث في المعلومة التقنية بالنسبة إلى براءة الاختراع، وكذلك تحرير طلبات براءة الاختراع، وكذلك ننشط دورات تكوينية على شكل أبواب مفتوحة على الملكية الصناعية. وإطارات المعهد راهم في تنقل مستمر ودائم ومكثف على مستوى نقدر نقول الجامعات الجزائرية. ويرى متابعون أن ارتفاع عدد براءات الاختراع في الجزائر يجب أن تصاحبه استراتيجية أكثر وضوحا لربط المبتكرين بالمؤسسات الممولة وضمان مشاركتهم الدائمة في المعارض الوطنية والدولية لتجسيد هذه المشاريع. تقول الحكومة الجزائرية إن تشجيع الابتكار أولوية في المرحلة المقبلة، وتسعى إلى تحويل ما يقارب 10,000 فكرة مشروع مبتكر في الجامعات إلى مؤسسات ناشئة، خصوصا بعد دخول قانون المقاول الذاتي حيز التنفيذ. محمد برغل، الحرة، الجزائر. مع تعدد خرائط الحل في ليبيا، بعثة الأمم المتحدة تصف تقارير بشأن طرحها خريطة طريق لتشكيل حكومة جديدة ووضع قاعدة دستورية للانتخابات بالزائفة. خلافات جديدة بين الجزائر والرباط، هذه المرة تدور حول مشاركة المنتخب المغربي في بطولة إفريقيا لكرة القدم للفرق المحلية بقسنطينة. الاتحاد العام التونسي للشغل يعلن نيته التقدم بمبادرة إنقاذ للبلاد بالتعاون مع مكونات المجتمع المدني بعيدا عن التجاذبات السياسية. تصاعد الجدل داخل المغرب مع تقديم جمعيات نسائية مذكرة تطالب فيها بتغيير قانون الأسرة ليكون تطبيقا لمبدأ المساواة.